سنة رابعة قواعد نحوية. الدرس بتاعنا الاسم والفعل والحرف. هناخد النهارده الاسم وعلاماته. الاسم وايه وعلاماته. احنا قلنا مثل الاسم ده اقول لك مثل هو بيكون اسم بيدل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او بلد او صفة. طب علامته ايه؟ علامته ايه؟ اعرف ان زي ده اسم من دخول الالف والايه واللام او التاء المربوطة او التنوين او حرف الايه النداء او مثل هنا حرف الايه الجر. يبقى عندك حرف نداء او حرف ايه جر، وعندك الالف والايه واللام، وعندك التاء الايه، وعندك التنوين بالفتحه او بالضمه او بالايه او بالكسر. جميل. انا عايز دلوقتي اميز بين الاسم والفعل. اميز بين الاسم والايه والفعل. ينفع الفعل احط فيه الف ولام؟ ينفع احط فيه تاء مربوطه؟ ينفع اجيب قبل حرف جر؟ ينفع اجيب فيه تنوين؟ لا. يبقى كل ده ايه اسماء وعلامه ايه الاسم. طب تعالى مثل الاول هنا كده. هنا السد العالي بناء عظيم تشهد قصة بنائه على عظمة أبناء مصر. فين الاسم هنا مصر؟ السد. برافو. أقول له كلمة الإيه؟ السد علامته إيه؟ علامته الألف واللام. الألف واللام اللي هي ماشي. كلمة إيه تانية يا مس؟ العالي. العالي. علامته إيه؟ الألف واللام. دي بناء. برافو عليك. كلمة بناء عشان في مس؟ في تنوين. جميل. اللي بعديها عظيم. فيها ايه؟ جميل. تشهد في اسم؟ لا ما ينفعش. قصة. فيها ايه مس؟ برافو عليك. بناؤه. ماشي. اسم بس عديها. ماشي. عظمة. فيها تاء مربوطة. وفيها تانية مس مسبوقة بايه؟ حرف جر. يبقى فيها تاء مربوطة في حرف ايه جر. أبناء مصر. أبناء اسم برضو. ماشي. ممكن نقول أبناء أو أبناء. ماشي. ومصر مصر برضو ايه اسم. طب دلت على ايه بس؟ مصر دلت على ايه؟ إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا بلد؟ بلد. خلاص يا مس. طيب يبقى احنا خدنا مس علامات الاسم الجر والتنوين والنداء والألف واللام والتاء المربوطة وحرف الايه وحرف الجر. طيب مس احنا عندنا الاسم ده مس الاسم من حيث العدد ممكن يكون مفرد. اقول محمد، ولما اقول محمدان يبقى ايه مثنى، ولما اقول محمدون يبقى ايه جمع. يبقى الاسم عندي يا اما مفرد يا اما مثنى يا اما ايه جمع. خلاص يا مس. طيب المفرد كلمه واحده، المثنى كلمتين، الجمع كلام ايه كلام كتير.